بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنشرح للمصريين في الخارج كيفية تسجيل الأصوات بتاعتهم حسب الدايرة بتاعتهم، ان هو يسجل الصوت بتاعه بحيث يبقى متسجل في أقرب سفارة ليه. رقم واحد، بنخش على الموقع ده اللي انتوا شايفينه EG Elections. لو هو مش واضح السبيلنج www.elections2011.eg. طبعا احنا هنحط اللينك بتاعه موجود تحت مع الفيديو. بعد كده بنبدأ نبص نشوف، بنلاقي مكتوب المصريون بالايه، بالخارج. بنبدأ نشاور عليها ونضغط عليها، بنضغط على طلب التصويت. بتبدأ تظهر لنا اول خانة هنا. بيطلب مننا ايه تحت؟ بيطلب مننا الرقم القومي. بنبدأ ندخل الرقم القومي بتاعنا اللي هو مكون من حوالي 14 رقم، مش فاكر كام رقم. المهم ان احنا بندخل، يعني مثلا هدخل الرقم القومي بتاعي وبعد كده بدوس على الزر تحقق. بمجرد ما بدوس على الزر تحقق بتظهر لي الرسالة ديت ان صوتي مسجل في القائمة. مثلا انا مسجل مثلا في كفر الشيخ، وبيبدأ يقول لي تغيير المقر الانتخابي. هبدأ اضغط على تغيير المقر الانتخابي. بيبدأ يطلب مني شوية بيانات: الاسم الرباعي، اسم الام، تاريخ الميلاد، رقم التليفون المحمول. طبعا بنديله رقم تليفوننا في الدولة اللي احنا قاعدين فيها، والتليفون المنزل، البريد الالكتروني، رقم جواز السفر، جهة اصدار الجواز. يعني كل الورق اللي هنحتاجه. بس واحنا بنسجل هنحتاج صورة من جواز السفر والرقم القومي او صورته، ونبدأ نسجل اصواتنا لغاية بقى ما نشوف الجديد، لان احنا طبعا لسه ما نعرفش بعد التسجيل هيحصل ايه. وهكمل معاكم. بعد ما خلصت تسجيل بياناتي ببدأ ادخل الكلمة ديت وبكتب تسجيل المقر الانتخابي موافق. بيبعت لي هو بقى بيقول لي تم تسجيل الطلب بنجاح، وبيديني هنا رقم للطلب. رقم الطلب ده بحتفظ بيه كويس جدا جدا جدا. زي ما هو بيقول لي كده بحتفظ برقم الطلب ده، مش بيضيع مني، وبحافظ عليه كويس لان رقم الطلب ده يعتبر هو صوتي. وبعد كده هو هيوافيني باخر التطورات. بالتوفيق ان شاء الله يا شباب.